السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وإن شاء الله تكونوا عيدتم وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. أنا بقى داخلة على طول كده على اللحمة من غير أي مقدمات عشان الفيديو النهاردة ما يطولش عليكم. معايا لحمة هعمل لكم النهاردة السلقة الصعيدي بالدبداب. تمام. ان اللحمه دي يا جماعه البلدي لازم يكون معاها ماسوره، عشان النخاع اللي انا هوريكم اللي طالع من الماسوره هعمل فيه ايه. وحطيت البصله والطماطم زي ما انتم شايفين، وملح وورق اللورة وفلفل بس كمان ما حطيتش الملح ساعتها. معايا هنا البصله والثوم، ومعايا الملوخيه، ومعايا هعمل رز معاه. ادي اللحمة بتاعتي خلاص قربت على السوا. تمام. هبتدي اوريكم بقى انا هعمل ايه في الطاجن دوت. الطاجن دوت انا خدته وصمته. يعني ايه صمتيه يا اسراء؟ يعني حطيت فيه شوية مية على النار عشان اطلع الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي اللي بشاور لكم عليها. لازم يسمت بشوية مية عشان خاطر لما تحط فيه التقلية الحاجات دي ما تطلعش في التقلية. كده انا خلاص اخدته وغسلته تاني وفتحت عليه النار ونشف، ونزلت عليه بالسمنة. وبعد كده البصلاية بشرتها وحطيت عليها ملح وفلفل وشوية شطة صغيرين. الأكلة دي يا جماعة ما بتحطش فيها توابل نهائي إلا ملح وفلفل وشطة زي ما انتم شايفين، يعني كلام فاضي، بس هو الأساسي بتاعها ملح وفلفل. أي توابل تاني لأ. كده انا اهو البصله بتاعتي قربت تستوي. اللي بتعملي بيه ده يا اسراء ده اسمه مفراق صعيدي او مدهاك على الاسامي بتوع البلد. معلش يا جماعه انا هقلب صعيدي النهارده. تمام. وتحيه للصعايده والصعيد واهل سوهاج والبنادره، فمعلش يا جماعه يعني هنقلب صعيدي في الحلقه ديت. هو دوت بقى اللي اسمه المفراق الصعيدي بتاعنا، اللي احنا بندهك بيه البصلايه، اي يعني بنهرس بيها البصلايه عشان تبقى ناعمة لما نيجي نحط عليها الشوربة وننزل باللحمة في. انا هوريكم دلوقتي كل حاجة يا جماعة. الاكلة دي لازم تتفرجوا عليها للنهاية، ولازم تعملوها لان اكلة يعني اسطورية من الاخر خالص. يعني ممكن تقعد 3 ايام عليها من كتر ما هي دسمة. ادي كده انا هنزل بالكبش الشوربة بتاعي، وهبتدي برضو اهرس فيها. خلينا نتكلم شوية ايه مصري، او ايه ادهكها بالمفراق. ماشي. انا كده هنا انا بحاول ان انا اخد الشوربة اللي فيها السلي النازل من النخاع اللي في الماسورة. صلوا على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام. معلش النهاردة الحصة صعبة عليكم النهاردة، هي حصة دسمة شوية بس يعني شغالة. وهبتدي بالمفراق اخليها ناعمة جدا، وكل ما تعوز احط لها شوية شوربة. هنا بقى الرز بتاعي برضو الحلة سمنة، غسلت الرز ونزلت ايه بالرز بتاعي. الرز بتاعي النهاردة مختلف، ولا هو واحدة وواحدة ولا بشعرية. رزاية هتكون رز كبسة يعني كلها متحمرة. وحطيت فيها وحدتين ورق الغار. هقلب فيها هتشوفوا دلوقتي هتوصل معايا لايه الرزاية دي. تمام. انا كده هنا برضو بص بقى الشوربة خلاص، كل ما كانت بتعوز احط لها كبش الشوربة ويشرب، واقعد بقى ايه اخليتها ناعمة 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 يعني. هنا يقولك اسراء دي اتحرقت، لا ما اتحرقتش، هي كده هي بتبقى غامقة كده. خلاص هنزل بها بالشوربة بقى بتاعتي، وبرضو هديها تقليبة وارجع تاني للرز بتاعي. هوريكم انا هعمل ايه في الرز وهوصله لايه. اخليه عامل زي رز الكبسة. وفي الاخر خالص هوريكم برضو انا احط ايه على الرز عشان يبقى دسم. انا هنا معايا التومه بتاعت الملوخيه. اسراء انت رجعتي تاني للهون؟ رجعتي تاني للهون، لان انا ما بحبش الكبه ولا الحاجات دي، وانا المفرمه عندي. بس انا والله بحب الهون، يعني بحب الحاجات القديمه دي. كده بص الرزايه بتاعتي وصلت لايه. هبتدي برضو اديها شويه تحمير كمان شويه.
انا عايزاه زي الرز اللي انا بكبس فيه بالفراخ. خلاص كده الشوربه بتاعتي التقليه بتاعتي كده خلاص خلصت. انا كنت قفلت عليها، هرجع اولع عليها تاني النار، واول ما تتكتك او تسخن معايا هنزل بيها تاني شويه شوربه. وباركولي يا جماعه انا جبت انبوبه عشان ناويه ان شاء الله اجيب فرن. تمام، عشان خاطر في حاجات كده ناوي اعملها في الفرن ان شاء الله البلدي، لان الغاز الطبيعي ما بينفعش فيه الفران. كده خلاص انا هنزل كده آه باللحمه بتاعتي، ولا هسلقها ولا احط لها تومه، ولا هحمرها ولا احط لها تومه ولا صلصه ولا اي حاجه. هاخد اللحمه كده المسلوقه، انزل على طول بالزبديه وبالشوربه بتاعتي، واقول لها عيشي مع نفسك بقى شويه واغلي وايه، وهغطيها. هنا خلاص الرز بتاعي اتحمر للدرجه اللي انا عايزاه، وهنزل بالشوربه برضو، وهحط شويه ملح وشويه فلفل فقط لا غير. مفيش توابل خالص في الاكله دي يا جماعه، مش محتاجه توابل. ادي الفلفل اهو، وهقلبها وهغطيه، وهروح ابتدي معاكم في الملوخيه الخضراء اللي انا غسلتها وعملتها بالطريقه. لو عايزين تعرفوا الطريقه ارجعوا الفيديو الملوخيه اللي انا كنت عاملاها في حلقه من الحلقات. انا قلت باميه، معلش هي ملوخيه. كده خلاص حطيت شويه فلفل. كده خلاص الشوربه بتاعتي غليت، هنزل بالملوخيه وهعمل لكم احلى شويه ملوخيه. بصوا يا جماعه خضرها وجمالها. وهبتدي ايه احضر الطشه بتاعتي. هنا بقى خلاص خدت وديت، وهنزل بالسمنه البلدي. وش يا معلم، تكاتك وحركاتك يا اسراء. والاكله دي يا جماعه نفسي تجربوها، نداء لكل واحد صعيدي او مصري لازم يجرب الاكله دي. هنا انا حطيت السلي النخاع اللي طالع من الماسوره في التقليه. يا دي الكارثه، يا دي الكارثه، ده احنا كده هنقعد مش 3 ايام، ده احنا هنقعد اسبوع عليها. كده انا هنزل بقى طش الملوخيه بتاعتي. واو، الريحه بقى يا جماعه، الريحه. وانا بقى كنت عامله رقاق. تمام، صورت كده الحلقه بس ما صورتهاش كلها، صورت حته منها بقى انزلها لكم. وادي الرز الله، وادي الملوخيه. لو عجبكم الفيديو متنسونوش في اللايك والشير، وفعلوا لي الجرس يا جماعه، ودوسوا على علامه الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا هنا حابه اوريكم بقى دوت بيتاكل ازاي. ادي الدبداب معايا اهو، وادي اللقمه بتاعتي اهي. واعمل كده انا حابه اوريكم بتتاكل ازاي، بس استنى خليكم معايا. خليكم معايا. هي كده كل السمنه طلعت في اللقمه دي. انا هاخد اللقمه دي يا جماعه محدش يدور عليا، وهنهي الحلقه على هذا، لان انا لازم اكل دلوقتي حالا حالا. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله انتظروني في الفته الصعيدي بالعيش الصعيدي. السلام عليكم، كانت معاكم